بيبدأ الجزء التاني من مسلسلنا الجامد جدي مع يون اللي دخل فصل البنات واتفاجئ ان في بنات معاهم في المدرسة، وبيخرج من الفصل بحجة انه مش عارف شكل اللي قدم الطلب وانه يدخل معاهم في المجموعة، وبيكون اسمها جو اللي بتنادي عليها زميلتها وبيراقبهم من بره الفصل. فبيتكلم هيون بانهم يفكهم منها لانها اخت وو وده الطالب اللي اتهجم على الاستاذة ليه في بيتها. اما بقى عند جو فبتكون بتتضرب جوه من زميلتها وتقريبا كده هي زعيمة الفصل، فما بتردش عليها في الاول، لكن لما بتلاقيها بتتطول في الكلام اكتر وهتضرب زميلتها بتقوم توقفها عند حدها، لكن البيج بوس بتاعتهم بتضربها كام قلم كده انما ايه حكايه وبتزقها توقعها. في الوقت ده يون بيتدخل وبيعجب بالمخطط اللي عملوه للمدرسه، فبتزعق البيج بوس في يون، وبعدها بيدخل حبيبها اللي اسمه جين وبيساله بتعمل ايه هنا يا صديقي، فبيرد يون انه جاي يسالها على حاجه. فبيقرب جين من جاي وبيقول لها هو انت بتكلمي حد غيري وانا قلت لك ما تعمليش كده، وعلشان كده مد ايدك لانك هتتضربي. وهنا يون بطلنا بيحدف عليه البانه فبتلزق في خلقته اللي شبه البنات بشعره ده، وهنا بيخلع نضاره يون وبيقول له علشان هكسر عظمك دلوقتي فهحافظ لك عليها يا سيدي اي خدمه. ولسه جين بيشيل يون بيدخل مراقب الدور وبينبهه ما يعملش كده لان في لجنه، وبيقول لجين نشوفك قريب يا معلم تاني. وهنا بيقف يون يبص حواليه مش عارف يعمل ايه. في الوقت ده بنروح للي اللي بتكلم مدرس زميلها وبتساله عن الطالب هان، فبيقول لها الافضل انك تبعد عنه وما تدوريش وراه كتير والا هتموتي، وانا قصدي بالموت هنا موت بجد يعني مش بقولك كلام وخلاص، فنصيحه ابعدي عنه. في الوقت ده بتقف ليه في صدمه وما بتكونش مستوعبه اللي قاله المدرس، بس للاسف بتصمم تقابله وبيكون باين عليه الارتباك والخوف، وبيسالها هان طلبت تشوفيه ليه. بعدها بنشوف هيون بيبهدل يون بالكلام وبيقول له انت كده رايح تتخانق مع جين، انت مش عارف ده مين؟ ده عضو في اللجنه التأديبيه المدرسيه والكل مرزوع قدام المدرسه، يعني احنا انتهينا يا معلم، هنعمل ايه بقى دلوقتي يا ابو العريف؟ بس هنا بتيجي عليهم زميله جاي اللي بتكون جميله جدا وبتقعد تتكلم معاهم وبتقول لهم انها قدمت الطلب باسم جاي لانها بتتعرض للتنمر لانها دفعت عني قبل كده لما البيج بوس حاولت تاخد مني فلوس، وبتقول لهم تفتكروا جاي بتتعرض للتنمر بسببي؟ هو انتم ما بتسالوش ده ليه؟ فبيسالها يون نفس السؤال فبترد عليها بسرعه وبتقول لها لا خلاص. فيا عيني يون وهيون بيملوا من طريقتها اللي هو انت هبله يا حبيبتي ولا ايه، وبتقول لهم يستحيل جاي تتعرض للتنمر لانها قويه وعلشان كده انا كمان ما بقتش اتعرض للتنمر من بعد ما دفعت عني. فبيقول لها يون باستفهام واستغراب هو ده كل حاجه؟ فبتقول له لا يا برنس، بس في حاجه حصلت من فتره قصيره كده، كان اخو جاي اللي هو وو كان بيوصل لهم طرد مهم بس اتعرض للضرب من اشخاص مجهوله وراح يستلف فلوس من جين اللي قال له على شرط واحد وهو انه يروح يسرق ويصوره فيديو، علشان كده بدأ جين يهدد جاي بالفيديو. وجاي عاده بتكره اخوها لكن ده اللي باقيلها من العيله كلها علشان كده شايله همه، علشان كده انا عاوز افيد جاي قبل ما اتنقل. فبيقول لها يون تتنقلي؟ فبتقول له يوطي صوته لانها لسه ما قالتش لجاي وهتتنقل بسبب شغل ابوها، علشان كده ممكن اطلب منك طلب لو تحذف الفيديو. وبيسأل يون هيون لو كان ده ينفع، فبتترجى زميلة جاي فبيوافق هيون على طول اللي بيقول ليون هو يا معلم حياتنا صعبه وهنروح كلنا ورا الشلاحات بس قشطه يعني ما جاتش على دي. وبيسأل يون على مكان الفيديو. في الوقت ده بنشوف اتنين طلبه بيدوروا برضه على الفيديو وبيقدر واحد منهم انه يلاقيه وبعدها بيشغلوه، لكن هوب دبل كيك بيطب عليهم جين زي القضا المستعجل وبيقفل عليهم الباب وبيخليهم زي البطاطس المحمره. في الوقت ده بنرجع لهيون اللي بيقول لهم يستحيل يكون في اللجنه التأديبيه لانها عباره عن عصابه معترف بها في المدرسه ومسموح لهم يتصرفوا زي البلطجيه بحجه انهم يتصرفوا مع الطلبه الوحشين، علشان كده معظم الطلبه ما بيقربوش اصلا من غرفه اللجنه. في الوقت ده بنروح لغرفه اللجنه بعد ما بيكون جين روق عليهم وبيقول لهم مش انتم عاوزين تتفرجوا على الفيديو ولا تزعلوا، انا هنزله والكل هيشوفه. وفي واحد منهم بيقول له بس انت وعدته بانك مش هتنزله، فبيرد جين وبيقول له الفاشلين اللي زيك هم اللي بيلتزموا بالوعود يا عبيط. وبعدين فتح مخك كده لو اخر فرد من عيله جاي دخل الاحداث هي كده هتقعد حزينه ودي تبقى فرصتي ان انا ادخل وارسم عليها. وخد عندك بقى انت عارف الفلوس اللي استلفها ووه مني تبقى فلوسه في الاصل ومش بتاعتي. فبيسالوا زميله ازاي، فبيرد جين بتكبر بانه ما يخصكش يا معلم. كل ده بقى عزيزي المشاهد ويون بيتفرج عليهم وبيراقبهم من الدولاب، مش سهل يون برضه واد برنس. اما بقى عند لي اللي بتسال هان عن مكان ووه وبتقول له انا سمعت انك قريب منه، فبيرد هان بانه مش قريب من حد وانا سمعت انه استلف فلوس من جين وما سددهاش وممكن يكون هرب. فبترد ليه عليه بانه استلف الفلوس علشانك لما كان بينفذ مهمه كنت قايل له عليها. فبيقول لها هان طب انا هكسب ايه من كل ده يعني؟ وهنا بتكمل ليه كلامها بانك كمان خليته يقتحم بيت المدرسين اللي هو انا واحده منهم وهددني وانت استغلته بما فيه الكفايه،
الافضل بقى تسيبه. فبيرد هان ببرود وبيقول لها هو ده السبب اللي خليتني اجي علشانه، وانا كنت بحسبك مميزه بس طلعت في الحماده منه، وان لو وو مرجعش المدرسه يا ريت ما تدوريش وراه لانه اقل من انك تعملي كده علشانه. في الوقت ده بنرجع عند جين اللي بيسمعوا صوت خبط من الدولاب وبيروحوا الاتنين معاه علشان يشوفوا في ايه. هنا بيخرج لهم الوحش الكاسر بطلنا اللي بينزل طحن فيهم واحد ورا التاني، بيخليهم صوابع كفته عزيزي المشاهد. وبعد ما بيخلص دربكه فيهم بيتكلم جين وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت جاي تسرق الفيديو واكيد جي بعتاك، بس ده عنده مترتر يا برنس. ولما بيبدا يون يضرب جين اللي بيمسكه من رجله وبيلفه زي عقارب الساعه كده، وبيحاول يون يشد فلاشه الفيديو لكنه مش بيعرف، وبيضربه جي اكتر بس بيقع يون قريب من الفلاشه وبياخدها فبيضحك بسخريه عليه. وهنا بقى عزيزي المشاهد بطلنا بيفوق له وبيضربه ضربه ورا التانيه، بس بطلنا عليه شويه حركات ولا اجدعها جاكي شان بخفته ومهارته، بس انا حاسه كده شبه بروسلي اكتر. ولا انت ايه رايك عزيزي المشاهد؟ الوقت ده يون بيديله بوكس بينيمه مكانه، ولما بيخرج يون بيقابل بطيختين قدامه وبيشدهم لجوه، وعنده هيون بقى اللي بيكون مراقب اللي بيحصل وبيقرر يدخل يقاتل معاه هو والبنت الجميله اللي بيكون اسمها تشوي. فبتشوفهم جي وبتستغرب من وقفتهم مع بعض. اما بقى عند يون اللي بيكون نازل ضرب فيهم ومش سايبهم لدرجه ان الاتنين التانيين بيفوقوا هم كمان، وبينزل طحن فيهم وبيمسك الفلاشه تاني بعد ما وقعت منه. تخيل بقى عزيزي المشاهد انهم ممسكينه 5 اشخاص ومش قادرين عليه. مش بقول لك جاكي شان على بروسلي خلطه كده في بعض. في الوقت ده بنروح للبلطجي جين اللي بيستفز يون وبيقول له انا كده كده حملت الفيديو وهنزله. فبيتعصب يون وبيكونوا ماسكينه جامد علشان ما يتحركش. اما بقى عند جي اللي بتقرر تروح له وتدخل عند يون بعد ما عرفت اللي عمله علشانها. وهنا عزيزي المشاهد بيصدمنا يون لما بيكون خارج بكيسه الكمبيوتر كامله والطلبه بيجروا وراه والكل بيتصدم من اللي شايفينه، بس بياخد عين انما ايه عجب، فبتوقعه على الارض والكيسه بتكون عند هيون اللي بيطلب منه يون ياخدها او يكسرها او يرميها او يعمل اي حاجه، وفعلا بياخدها وبيجري وراه طلبه واعوان جين لكن بيقدر يخدعهم وبيطلع على السطح. لكن لسوء الحظ بيجي له جين وبيمسكه، بس بيفكر هيون انه يرمي الكيسه وفعلا بيعمل كده. ولسه جين هيضرب هيون بتمسكه جاي من قفاه وبتديله واحده سوبليكس كده انما ايه عجب، وبتقول له انت بقى بتتحداني؟ انا مفيش حد يتحداني، وهوب وبتضربه تاني. في الوقت ده بنروح لهان ولي اللي عايشين في عالم موازي وفي حلبة مصارعه شغاله في الجنب التاني، وبيقول لها هان انا بقول لك تفكك من وو لانك هتحس بخيبه امل قريب. وهنا بنشوف وو بيكون متشلفط على الاخر. اما بقى عند يون اللي بيكون متاخد من ودانه زي الكتكوت وبتقع منه الفلاشه، فبيطلب من تشوي انها تاخدها لكن بتسبقها البنت المتنمره وبتاخدها وبتمشي. بس هنا تشوي والاول مره تشتم ويطلع لها صوت، فبترجع تاني البنت المتنمره تجري عليها وبتخوفها. بس بنتنا تشوي بتصدمنا كلنا لما بتجري عليها هي كمان وبتصرخ، فبتقدر توقع البنت المتنمره وبتاخد منها الفلاشه. وهنا بتوصل جاي لحسن الحظ وبتتفاجئ من اللي شافته. بعدها بيوصل وو وعيونه كلها شر. في الوقت ده بنرجع فلاش باك مع هان ووو وهو بيقول له انا سمعت انك اتسرقت وكان المفروض تعرفني وانا عرفت مين السارق. وبيطلع ان جين هو السارق وانه اصلا سلفك الفلوس بفلوسك الاصليه اللي سرقها، والفيديو اللي سجلهولك بيهدد بيه اختك وبيديله هان سكينه علشان يقتل جين. في الوقت ده بقى بنرجع للحاضر وبيهجم ووه على جين، بس الصدمه بقى ان ليه هي اللي اخدت الضربه وبيتصدم ووه من اللي عمله فبيعيط وبتقول له ليه ما تستسلمش وبيغمى عليها. وهنا بيوصل يون اللي بيتخض عليها وبيروح المستشفى وحالتها بتكون مستقره. اما بقى ووه فبيدخل السجن. في الوقت ده بنشوف اعضاء المجموعه الدراسيه كلهم موجودين عند ليه في المستشفى. اما بقى عند هان فبنعرف انه اتقبض عليه بتهمه التحريض على القتل وكده هيدخل الاحداث هو ووه. في الوقت ده بنشوف المجموعه قاعدين بيتكلموا في المكتبه وفجاه بيترمي عليهم طوبه بتكسر الازاز، فبيروح يون علشان يشوف مين اللي عمل كده وبيكون مجموعه طلبه متنمرين وواحد منهم بيطلب منه ينزل. فبيعرفه هيون انه بقى محط انظار دلوقتي ومشهور في المدرسه، وبالصدفه بيكون في طالب عاوز يدخل المجموعه الدراسيه فبيتنمروا عليه الطلبه المتنمرين وبيشوفهم يون من الشباك اللي بيتضايق خصوصا يعني لما زعيمهم بيقطع جدول الدراسه بتاع المجموعه. في الوقت ده بيطلع يون على الشباك ومن غير تفكير بينط والكل بيتصدم من اللي بيشوفه، ولان بطلنا جامد بينزل ضرب في المتنمر وكانه محدد وجهته يا اخواتي. وهنا بنرجع فلاش باك بالزمن وبنشوف ان الطالب ابو شعر احمر كان دايما بيتعرض للضرب من زمايله وبيتنمروا عليه واسمه جون، وكان بيحاول يتعلم فنون القتال لكن برضه كان بيتضرب لحد ما دخل مدرسه يوسيونغ الثانويه وكان مبهور بقى في البدايه وبدا يضرب الطلبه الضعاف علشان ياخد مركز في التصنيف اللي كان عامله هان واخد المركز 17. وفي يوم شاف يون وهو بيضرب وهو في الفصل واعجب بشجاعته ومهارته فقرر يقدم طلب للدخول في المجموعه الدراسيه.
الدراسية، حتى لما ضرب الشخص المتنمر آخر مرة كان مبهور بيه جدا. وهنا بنشوف جون وهو بيحاول يدخل المكتبة عند يون اللي بيرفض يدخله وبيقول له انه مش هيساعده لان هو عاوز يرتب في التصنيف وده مش هيعمله. فبيرد جون بان ده يعتبر دراسة برضه، وانه يعلمه ازاي يقاتل، وانه ممكن يدخل معاه في قتال، ولو هو اللي فاز يبقى خلاص هيدرس معاه وامره لله. فبيخرج يون وبيقول له بجد هتعمل كده؟ وهنا يون بيديله مذكرات دراسة يحلها لحد ما يروحوا يزوروا ليه في المستشفى. بعدها بيدخل على جون شخص من بره المدرسة اللي بيسأله هو انت يون؟ فبيفكر يون كده شوية وبعدها بيقول له ايوه انا. فبينزل يركب العربية وبيكون مراقبه حد لكن ما بنعرفش مين هو. وبعدها بينزل جون من العربية في مكان تحسه كده للمقاتلين او للاختبارات، وفعلا الشخص المجهول بيعرف نفسه بان اسمه كان الحارس لعيلة واي بي، وان ده هيكون اختبار ليك علشان نكتشف مهاراتك كجندي احتياطي، وده بنعمله لافضل 3 طلاب من كل مدرسة علشان نختار المميز منهم. وان الاختبار بسيط، كل اللي عليك تمسك مفتاح العربية، ولو قدرت تعمل كده انت مش هتكون جندي عند عيلة يوني بايك ودي اكبر عصابة في المنطقة، لا ده كمان العربية هتكون بتاعتك. ها ايه رأيك؟ والهدف بسيط زي ما انت شايف، بس الفكرة ان في اشخاص هتمنعك من الوصول للعربية، مهمتك بقى انك تقضي عليهم علشان تقدر توصل للمفتاح ببساطة. وان التلاتة اللي قدامك دول مروا بالاختبار ده وعدوه. اول واحد اسمه وان وده متخصص سرقة، وتاني واحد اسمه سيو وده متخصص قتل، اما بقى تالت واحد فبيكون اسمه جوان وده متخصص معارك. وبيقول له الزعيم ها انت جاهز ولا ايه؟ وبيبدأ القتال. في الوقت ده بنروح عند يون والمجموعة اللي بيوصلوا للمكتبة لكن مش بيلاقوا جون وبيستغربوا انه خلع بدري، لكن هنا بيدخل عليهم بارك فجأة. في الوقت ده بنروح لجون اللي بيكون ميت من التعب والضرب، وبيتكلم الزعيم وبيقول له انا كنت بحسبك اقوى واحد في المدرسة، طلع كل ده كده يا راس الفراولة انت بشعرك الاحمر ده، وبالمناسبة هو انت يون الحقيقي؟ وبيضربه بالقلم ونتيجتك في الاختبار 0 وفشلت انك تعديه. لكن الاختبار ما انتهاش لحد كده والمفروض تدفع لنا تمن تضييعك لوقتنا. فجأة بيترمي على الزعيم ازازة لكنه بيمسكها وبيدخل عليه الثلاثي الجامد ابطال مسلسلنا يون وبارك وجي. وبيتكلم يون وبيقول لجون انت عديت من اختبار المجموعة الدراسية بتاعتنا، وبتتكلم جي وبتوجه كلامها للزعيم وبتقول له هو انت مفكر انك تقدر تاخد واحد من وسطنا كده؟ فبيرد عليها الزعيم وبيقول لهم انتم لعبتم في عداد عمركم واوعوا تكونوا بتهددوني انكم تبلغوا الشرطة لان انا هنا الحكومة. في الوقت ده بنشوف هيون وتشوي في مركز الشرطة علشان يبلغوا عن اللي حصل. اما بقى عند يون اللي بيتكلم مع جي انها متأكدة هتشترك معاهم وهتكون كويسة، في الوقت ده بتبدأ جي تشتبك مع الطالب الاول وكل واحد فيهم بيضرب التاني بحركة امهر من اللي قبلها. اما بقى عند بارك اللي بيضرب الطالب التاني بمنتهى الهدوء والمهارة ومن بوكس واحد بيوقعه على الارض. ويون بقى بيبدأ يضرب الطالب التالت وبيكون معاه سكينة اللي بيقدر بحركة ذكية يوقعها منه وبيكمل ضرب فيه. اما بقى عند بارك فبيفوق الطالب وبيضربه لكن بارك بيتفادى الضربة بمهارة عالية وبينزل فوق ضرب. اما بقى عند جي اللي بيضرب الطالب وبيكون خلاص هيقدر عليها لكن بيجي يون يضربه بوكس وبيطيره من مكانه. بعدها بيروح يون ويضرب الزعيم بوكس لكن بيصده وبيوقفه. فبيستغرب جي وبيقول دي اول مرة اشوف حد يقدر يصد بوكس يون. فبيتكلم الزعيم وبيقول له انت بقى يون وبيضربه ضربة بتطيره لكن بيقوم يون وبيضربه تاني برجليه لكن بيتفاداها الزعيم وبيضربه اكتر وبيقول له انتوا شكلكم كده نادي صغير على قدكم. فبيرد يون اللي بيقول له انهم مجموعة دراسية سوا. وهنا بيهجم التلاتة على الزعيم كل واحد فيهم بيحاول يضربه لكن مهارة الزعيم اقوى من عددهم ومهاراتهم لان مفيش ولا ضربة بتوقعه وبيفضلوا يكملوا في ضرب. لكن بيقدر يوقع بارك وبيمسك جاي من شعرها يضربها فبتقع وبيضربوا يون بالبوكس اللي بيرد عليه الزعيم ببوكس اقوى منه لدرجة ان يون بيقع. وهنا كل الفريق يعتبر وقع على الارض ومش قادرين. وبيتكلم الزعيم وبيقول ليون انت تعرف ان زميلك اللي مرمي ده اتظاهر بانه انت علشان يدخل الاختبار، ده طلع ضعيف وما بيعرفش يقتل نملة حتى. وسؤال بقى انت بتدافع عنه قوي كده ليه؟ فبيفتكر يون ذكريات من طفولته وقت تدريبه على القتال مع المعلم اللي بيكون عمه بعد ما بيكون ضربه في رجله وبتكون الضربة قوية وبيقول له ما تستخدمش التقنية دي مع حد لانها مؤلمة جدا. وبعدها بيطلع ورقة اختبار وجايب 8 درجات وبيسأل المدرب بتاعه انا لسه مش بجيب درجات اعلى مع اني بذاكر كويس. فبيقترح عليه المدرب بأكاديمية دبليو وهي اللي هتخليه ينجح. بعدها بنشوفه وهو كبير وقت ما كان في المكتبة مع زمايله بعد ما وصل من المستشفى وما لقوش جون اللي كان حل كل الأسئلة وعدى من الاختبار. علشان كده يون مصمم يخليه معاهم في المجموعة لأنه شاطر في الدراسة وهو كل همه الدراسة. في الوقت ده بنرجع للحاضر ويون بيقول إن جون مش ضعيف ده منافس قوي. وهنا بيسمعوا جون وهو بيقول كده وبيكمل يون كلامه وبيقول
فبيقول للزعيم ان عمه قال له ما يستخدمش حركة قتالية معينة لكني مضطر استخدمها دلوقتي. فبيرد الزعيم وبيقول له اوعى تعمل حاجة خطر وتدخل نفسك في مشاكل معايا. فبيقول له يون انت اللي هتكون في خطر، وهوب دبل كيك بيضربه بقوة في رجله وبعدها في صدره ضربة ورا التانية لحد ما بيكسر الجدار اللي كان ساند عليه، وهوب الضربة القاضية ببوكس في وشه. وهنا بيتبهر بارك وجاي بمهارته القتالية اللي ملهاش مثيل. في الوقت ده بيروح يون يجيب نضارته، بعدها بيلاقوا عربية داخلة عليهم بسرعة فبيقفل في وشها جون لكن بيشد يون معاه. فبتتكلم جاي بانها كانت مفكرة ان العربية ما فيهاش حد، ولكن بينزل منها واحد لا مؤاخذة كده وبيسأل يون لو كان حابب ينضم ليهم وانه هيكون مدير جيش احتياطي، انت مش موافق ولا ايه؟ فبيرد يون لا مش موافق. وهنا يون بيسند جون على كتفه، فبيلاحظ الشخص اللي نزل من العربية وجود بارك وبيستفزه بالكلام عنه وعن عيلته. فبيتعصب بارك وبيحاول يفتح العربية لكن الشخص بيقفلها وبيطلع يجري، فبيطلع وراه بارك. في نفس الوقت بيكون هيون وتشوي وصلوا للمكان عاملين كده زي البوليس بيوصلوا متأخر. في الوقت ده بتيجي الشرطة متأخرة فعلا كعادتها وبتقبض عليهم كلهم. وهنا المحقق بيشكر يون لان بسببه قدروا يمسكوا عضو عصابة يوني بايك. فبترد جاي بان المفروض يدولهم جايزة او ميدالية وان ده ممكن يساعدهم في قبول الجامعة. فبيتحمس يون لان هدفه اصلا انه يدرس كويس علشان يدخل الجامعة، لكن المحقق بيقول لها احمدي ربنا انه ما اتقبضش عليكي لان ده يعتبر اعتداء وجريمة اصلا. وبعدها المحقق بيدي ليون الكارت بتاعه علشان لو احتاج حاجة وبعدها بيمشي. وهنا المجموعة بيبصوا على يون ومش بيلاقوه وبيكون اختفى، لكنه بيكون في الباص وبيكلم امه وبتزعق معاه لانه اتاخر وده ما ينفعش. فبيوعدها يون انه مش هيعمل كده تاني. اما بقى عند لي اللي بتتكلم في التليفون مع شخص وبتقول له ان بفضل اللي عمله يون وزمايله ومساعدة الشرطة تقبض على مدير عصابة يوني بايك ادالهم افضلية انهم يكملوا هتتفوق بسببهم. فالشخص بيقول لها تخلي بالها من نفسها الايام الجاية لانها بقت هدف لاي حد مش عاوز المجموعة الدراسية. في الوقت ده بنروح لهان اللي بيكون خرج من السجن وقاعد في بيته عادي جدا وبيتفرج على ملف ليه، وبنشوف معاه الشخص اللي نزل من العربية وبنعرف انه تبعه وبيقول له ايه ده انت حطيت 4 نجوم عندي يون، ده انت ما عملتهاش من زمان. في الوقت ده بنروح ليون اللي بيعملوا جروب على الفون بخصوص المجموعة وكلهم بيتجمعوا وبيتكلموا بحب واخوة، وبيقترح يون انهم يذاكروا 14 ساعة في اليوم فبيتريق عليه يون. في الوقت ده بنشوف يون وهو بيتمرن تمارين صعبة جدا، بعدها بنشوفهم بيذاكروا سوا واخيرا المجموعة اكتملت كده وبيروحوا المدرسة سوا. لكن في يوم بيوقفهم جين اللي بيطلب منهم يرجعوا على البيت علشان يكملوا لبس اليونيفورم علشان لسه في موسم شتاء. فبيستغربوا كلهم من كلامه وكأنه بيتلكك لهم. في الوقت ده بتوصل ليه وبتوقف جين عند حده وبانهم عادي انهم يدخلوا لان خلاص عدى الوقت لللبس اللي بيقول عليه ده، والمفروض اللجنة التأديبية تكون عارفة القواعد صح بدل الهري اللي على الفاضي ده. في الوقت ده بيشكروا ليه على مساعدتها ليهم وبتتعرف على جون اللي بيكون همه القتال وخلاص. فبتضربه جاي وبتوقفوا عن اللي بيقوله. بعدها بنشوف ليه عند نائب المدير وهي بتعرفه ان المجموعة اكتملت واتكونت وفيها 5 طلاب. فبيقول لها تمام وبيسألها عن وو، فبتقول له ليه انه حاليا في الاحداث من الاسبوع اللي فات. فبيقول لها نائب المدير تمام جدا كده كل حاجة يعتبر اتحلت، بس بترد ليه وبتقول له انا اسفة بس في حاجة كمان في الصفحة التانية. فبيشوفها نائب المدير اللي بيتعصب بعدها جدا وبتروح ليه تبلغ المجموعة بانهم خلاص بقوا مجموعة رسمي وهيكون ليهم مكان خاص بيهم كمان. فبيفرح الطلبة جدا وبتقول لهم ان من النهاردة هيبدأوا الانشطة بتاعتهم، وهي ان هيحصل اجتماع تبادل، بمعنى هيقابلوا مجموعة دراسية زيهم وهيتبادلوا سوا كل واحد يقول التجارب بتاعته. فهنا بتسأل تشوي ان ده معناه انهم هيسافروا لمدينة سيول، وتاني يوم الصبح بيكون كل واحد منهم لابس لبس بيعبر بيه عن شخصيته، خصوصا جون اللي بيستغربوا من لبسه جدا وللأسف بيتنمر عليهم 2، لكن بيتريق عليهم جاي وجون وبيعتذروا منهم. في الوقت ده بتوصل المدرسة ليه اللي بتسأل عن يون اتأخر ليه، وبيكون يون في الباص وبيتكلم جون بتناكة كده بانهم ما يستعجلوش على المروح واكيد المدرسة التانية هتكون معفنة. وفي الوقت ده بيوصلوا على المدرسة التانية وبينبهروا بجمالها وبيدخلوا المدرسة وبيقابلوا المجموعة الدراسية وبيستنوا يون. وهنا بيفتح يون المسج علشان يشوف هيروح لانهي مدرسة وبيستغرب من الاسم لان في 2 قدامه بس للاسف بيدخل المدرسة الغلط. والهنا بيخلص الجزء الثاني من مسلسلنا. اكتبوا لنا توقعاتكم للجزء الثالث والاخير وما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لنا لايك للفيديو. سلام عليكم.